لو سألت أي حد من عشاق برشلونة والأسطورة ليونيل ميسي عن أفضل نسخة لليو في مسيرته، هتلاقي واحد يقول لك موسم 2012 اللي سجل فيه أكتر من عدد من الأهداف، وواحد تاني هيكلمك عن موسم السداسية في 2009 مع بيب جوارديولا، والتالت هيقول لك موسم 2015 لما حقق التريبل مع انريكي ونيمار وسواريز. لكن مش كتير هيكلموك عن نسخة ميسي 2019. What a strike. Cristiano Ronaldo recently. He's there now. 3-0 doesn't really tell. النسخة الأمتع للعين البصرية والأشد رعبا للخصوم والأكثر إهانة للمدافعين والحراس. ميسي في الموسم ده ما كانش مجرد لاعب تاريخي لفريق بحجم برشلونة، كان هو برشلونة، ولا كان معاه مدرب زي بيب او انريكي، ولا اساطير في نص الملعب زي تشافي او نيستا، ولا معاه مدافع زي بويول، ولا ظهير ايمن زي داني الفيش. الليو في الموسم ده عمل كل حاجه في الكوره، اهداف اسطوريه وسجل اسيستات من عالم تاني وقدم، وكان بينزل الملعب في كل ماتش يوزع حلويات على زمايله والجمهور ويطلع بمنتهى الهدوء. لكن كل ده انهار في لحظه واحده. 90 دقيقة في جحيم الأنفيلد كانوا كافيين لتدمير أفضل موسم في مسيرة الليو. في الصيف 2018 رحل عن ريال مدريد وعن الدوري الإسباني كله 3 من أساطير اللعبة: كريستيانو رونالدو الغريم التقليدي لليونيل ميسي اللي شد الرحال على تورينو على أمل إنه يحقق الشامبيونز ليج مع السيدة العجوز، زين الدين زيدان اللي عمل انجاز تاريخي وفاز بالشامبيونز ليج 3 مرات ورا بعض، والرسام اندريش انيستا اللي كتير بيشوفوه افضل خط وسط في التاريخ. وقبل كل دول نيمار خلع واختار فلوس باريس سان جيرمان. وبما ان كل دول خلعوا فالليجا بتفضل من الاساطير. في نفس الوقت ليونيل ميسي بيودع مونديال روسيا مع الارجنتين من دور 16 على ايد منتخب فرنسا، بيقدم مستوى اقل بكتير من مستوى مع برشلونة. ليو اللي سجل في موسم 2018 40 هدف وعمل 20 اسيست وفاز بالدوري والكاس مع برشلونة، معرفش يروح بمنتخبه ابعد من دور 16، ومعرفش ينقذ الفريق من ريمونتادة روما في ملعب الاولمبياكو. كل دول كانوا ضغوط على ليونيل ميسي اللي بدأ موسم 2019 وعلى دراعه شارة القيادة. وفي مباراة كأس خوان جامبر الليو وقف في نص الملعب ووعد الجماهير انه هيحقق الشامبيونز ليج الموسم ده وهيرجع الكأس الجميلة للكامب نو مرة تانية. قبل انطلاق الليجا برشلونة واجه اشبيليا من كأس السوبر الاسباني، المباراة التي انتهت بفوز بلاو جرانا 2-1 وفيها صنع الليو هدف الفوز اللي سجله عثمان ديمبلي. Deal of success. This is Dembele. Lionel Messi. Dembele. Oh, wonderful! He's taken some time for Dembele to establish himself at Barcelona. وبكده ليونيل ميسي يكون حقق أول بطولة مع البرشا في الموسم ده. وبرشلونة بيبدأ حملة الدفاع على لقب الليجا باستضافة ألابا، وليونيل ميسي بيسجل ثنائية من ثلاثية فريقه، منهم هدف من فاول أسطوري. وفي الجولة الثالثة برشلونة بيسحق هويسكا 8-2، وميسي بيساهم ب4 أهداف، بيسجل 2 ويصنع زيهم. فعلها البرغوث، فعلها ليو العملاق وسجل هدف في منتهى الروعة، هدف رقم 386 ليو علشان يكون رجل المباراة مرتين من أول 4 ماتشات في الليجا. بعد كده أداء برشلونة بيتهز والفريق بيعمل سلسلة من النتائج السلبية في الليجا، 4 ماتشات على التوالي بدون فوز، منهم خسارة ضد ليجانيس و3 تعادلات ضد جيرونا وبيلباو وفالنسيا. ولولا ليونيل ميسي في الماتشات دي كان برشلونة خسر، لأن ليونيل ميسي اللي أنقذ برشلونة من خسارة ضد فالنسيا لما سجل هدف التعادل وسجل على جيرونا
يا ميسي يا فنان، يا طابة الشر، ما هذا الشر وصنع ضد بلباو. وفي ماتش اشبيليا برشلونه بيرجع لمستواه برباعيه في الفريق الاندلسي، وبيكون نصيب ليونيل ميسي منها هدف واسيست علشان يكون ده افضل استعداد للكلاسيكو. لكن الخبر الحزين لجمهور برشلونه كان غياب ليونيل ميسي عن الكلاسيكو بسبب الاصابه. وفي غياب ليونيل ميسي اتعمل حفله على الميرينجي في الكامب نو، وتم اكتساح الفريق الملكي بخماسيه في ليله كان بطلها لويس سواريز اللي سجل هاتريك في شباك الملك. حط الكرة لبرشلونة والهدف الثالث لويس البيستوليرو. وبعد نشوة الكلاسيكو يرجع الأداء يتهز. كتيبة فالفيردي بتخسر من ريال بيتيس 4-3. ميسي بيسجل هدفين لكنهم مش كفاية لإنقاذ برشلونة من الخسارة الثانية له في الليج. وعلى ملعب الواندا متروبوليتانو ميسي بينقذ برشلونة من هزيمة بعد اسيست لعثمان ديمبلي اللي فرض بيه التعادل على الروخي بلانش. مش بس كده، ليونيل ميسي بينفجر في الجولة ال15 من الدوري. في ديربي كاتالونيا برشلونة يسحق اسبانيول برباعية في واحد من افضل اداءات ليونيل ميسي الموسم ده. تبع ميسي وادي واحدة جديدة. اوبا يا خبر ابيض، ده دييجو لوبيز هيحلم. لان البرغوث جاب جونين من ركلات حرة جننت المعلق علي محمد علي، ولعب للبارسا وايضا ضرب اسبانيول وضرب البارسا واحدة من إجلاسياس. مش بس كده، ليونيل ميسي سجل اول هاتريك ليه في الليج الموسم ده ضد ليفانتي في ماتش انتهى بخماسية. فوز رجع برشلونة لصدارة الليجا مرة ثانية. وفي اخر 3 مواجهات في الدور الاول من الدوري الليو سجل على سيلتا فيجو وختافي وايبار. بكده ميسي ختم الدور الاول من الليجا وهو مسجل 17 هدف وعامل 11 اسيست، كل ده في 17 ماتش بس. اكتر لاعب مساهمة بالاهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، اعجاز كروي بكل معنى الكلمة. وفي دور المجموعات تشامبيونز ليج برشلونة كان في مجموعة بتضم توتنهام وانتر ميلان واندهوفن. وفي اول ماتش في البطولة ليونيل ميسي اثبت للجميع انه مش جاي يهزر وانه ناوي فعلا يرجع الشامبيونز ليج الكامب نو. برشلونة اكتسح اندهوفن برباعية نظيفة سجل منها ميسي هاتريك وهدف من ركلة حرة. أداء إجمالي في الأهداف الأوروبية. أدي ميسي 101 عد معايا ميسي، عد معايا الميسي هنا. المتعة حاضرة لأن دائما وأبدا. مش بس كده، برشلونة حط على توتنهام 4-2 في ملعبه وميسي سجل هدفين واحتفل بالشكل ده قدام الكاميرا. التسديد الله. صحيح البرغوث غاب عن ماتشين انتر في الجولة الثالثة والرابعة، لكن لويزيتا وكوتينيو قاموا بالواجب مع الفريق الايطالي وقدر برشلونة يفوز على الكامب نو ويتعادل مع الجوسيبي مياتزا. ومع عودة الليو من الاصابة في الجولة الخامسة فاز برشلونة على اندهوفن 2-1 مسجلا ليونيل ميسي الاول وصنع الثاني لبيكيه. ميسي وارضية وجول. وبكده برشلونة ضمن التأهل لدور ال 16 كمتصدر للمجموعة، وغياب ليونيل ميسي عن آخر ماتش في دور المجموعات اللي انتهى بتعادل البلاو جرانا مع السبيرز توتنهام 1-1. حتى الآن برشلونة في صدارة الليجا وهيقابل ليون في دور ال 16 من الشامبيونز ليج، وبفضل ليونيل ميسي الفريق مرشح للفوز بكل البطولات. في النص الثاني من الموسم ليفانتي بيستغل غياب ليونيل ميسي وبيفوز على برشلونة في ذهاب ال 16 من كأس الملك، وانتهت المباراة ب2-1. لكن ليونيل ميسي بيرد في ماتش العودة بهدف واسيست من ثلاثية برشلونة. وبكده البلاو جرانا بيضرب موعد مع الميرينجي في نصف نهائي كأس الملك. الجمهور انتظر من ميسي انه يسجل على الميرينجي في ماتشين الكأس، لكن للأسف ده ما حصلش. في ماتش الذهاب اللي انتهى بالتعادل 1-1 سجل مالكوم هدف برشلونة، وفي ماتش العودة اللي انتهى بفوز برشلونة بثلاثية سواريز يسجل هدفين وفاراني يسجل في مرماه. البيستوليرو لضياع يقبل فالفيردي بحظ ودعوات السماء في الشوط الاول خرج من السلامات في 5 دقائق لعب بالشوط الثاني. شد مكانك يا كوتينيو، ارسم مكانك يا كوتينيو. البيستوليرو يفرح جمهور البارسا. في الدوري برشلونة بينتقم من ليجانيس اللي هزمه في الدور الاول 3-1، بيفوز على جيرونا اللي تعادل معاه برضه في الدور الاول، وبفضل ليونيل ميسي بيفلت برشلونة من هزيمة محققة ضد فريق فالنسيا. ميسي دائما ابدا
ميسي اللي بيضع البصة في الطريق الصحيح في هذه اللقطة اللي والليو بيسجل هدفين بيتعادل بيهم برشلونة مع الخفافيش، وبيحسب ماتش من اصعب ما يكون ضد بلد الوليد بهدف، وبيحط هاتريك في اشبيليا قبل الكلاسيكو اللي بيحسمه الكرواتي راكيتيتش بهدف نظيف في سانتياغو برنابيو. في الجولة 28 من الليجا برشلونة بيروح يقابل ريال بيتيس اللي هزمهم في الدور الاول على ملعب الكامب نو، وفي الماتش ده ليونيل ميسي بيقدم واحد من افضل الاداءات الكروية في مسيرته، مش بس عشان سجل هاتريك رباعية فريقه ولا عشان حط جون فاول، لا علشان الجون ده ماذا دهاك يا ميسي، ماذا دهاك يا ميسي، اسمك سماتك سموك سيستمك مستواك ويسألوني عن مستواك. اللوب اللي اتعمل على حدود منطقة الجزاء جنن المعلق علي سعيد الكعبي، وجننا معاه اكبر جمهور ريال بيتيس انه يسقف للاسطورة. بعدها ميسي حط جونين في اسبانيول، فاول ماركة مسجلة باسمه على فيا ريال. بكده البلاو جرانا شبه حسمت الدوري بعد ما وسع الفرق في الصدارة مع الروخي بلانكوس ل7 نقاط، وما عادش باقي برشلونة مواجهات كبيرة في الدوري. لكن رغم كده ابداع ميسي استمر، لما كان الفريق يعاني كان ميسي بينزل من على الدكة وينقذ الوضع زي ما حصل في ماتش ليفانتي. والليو كان مركز اكتر على الشامبيونز ليج لان البرغوت كان عايز يوفي بوعده لجمهور البلاو جرانا. في دور ال16 وقت ما كان رونالدو بيحط هاتريك على سيميوني وبيعمل عليه ريمونتادا، ميسي كان بيفترق على ليون في الكامب نو مسجلا هدفين وصنع هدفين لزمايله في ماتش انتهى 5-1 للبلاو جرانا. مش بس كده، برشلونة في دور الثمانية واجه مانشستر يونايتد اللي لسه مخرج باريس سان جيرمان بريمونتادا في دور ال16. وفي ماتش الذهاب في مسرح الاحلام ميسي بيصنع هدف المباراة الوحيد لسواريز علشان تنتهي القمة بفوز برشلونة 1-0. اما ماتش العودة في الكامب نو ميسي كان عريس الليلة بتسجيل هدفين علشان تنتهي المباراة بفوز برشلونة 3-0، وبكده ليونيل ميسي حط برشلونة في السيمي فينال الشامبيونز ليج في نفس اليوم اللي ودع فيه رونالدو البطولة بعد ما خسر من اياكس في تورينيو. المباراة اللي انتهت ب2-1 لفريق اياكس. لكن يا صديقي اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص، لان برشلونة هيواجه في نصف النهائي واحد من اقوى اندية انجلترا والعالم في الوقت ده، فريق ليفربول كلوب. وسيف البطولة اللي فاتت ونجومه اللي قلبين انجلترا سيرك لوجود لاعبين زي الكينج صلاح ومانيه وفيرمينيو وفان دايك واليسون. ماتش الذهاب انتهى على ملعب الكامب نو، ما كانش سهل خالص على برشلونة. فريق كلوب بينزل ضغط بشكل عالي، لكن جوردي ألبا بيفك الماتش بعرضية تغالط دفاع الليفر وتروح لسواريز اللي بيحطها في الشبكة وتعلن عن تقدم البلاو جرانا. في الشوط الثاني ليفربول بيضغط اكتر علشان يتعادل، ميلنر بيشوط، صلاح بيحاول يلفها ار2 لكن تير شتيجن بيكون في الوقت المناسب وينقذ مرماه من هدفين محقق. وبعدها ليونيل ميسي بيعاقب ليفربول على الجرأة والكرة بتخدمه علشان يسجل الثاني، ويكون كده الهدف رقم 600 لميسي في مسيرته كلاعب. الله 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 الله. هدف حطم ليفربول اللي لعبته نهاره في جحيم الكامب نو اللي فابينيو بيعمل فاول على ميسي في الدقيقة 80. وهنا ميسي بيقرر انه يعاقب ليفربول كله علشان يسجل ميسي واحد من افضل الفاولات في تاريخ الشامبيونز ليج والتاريخ العالمي الكروي. انه ميسي فاستمتع يا مشاهد، انه ساحر فاستمتع يا مشاهد عزيزي مشاهد. وعلى مين؟ على افضل حارس في العالم وقتها اليسون بيكر بالشكل اللي انت شايفه. وبرشلونة كان ممكن يضيف جون رابع لكن عثمان ديمبلي تخاذل وضيع انفراد بعد اسيست مثالي من ليونيل ميسي اللي وقع على الارض بالشكل ده بعد ضياع الفرصة. وبكده ينتهي ماتش الذهاب برشلونة وليفربول في الكامب نو بنتيجة 3-0 والتي تحقق تخييب الامال لدولة انجلترا بالكامل. وفي يوم 7 مايو استضاف ليفربول برشلونة على ملعب الانفيلد. صحيح الريدز غاب عنهم صلاح اللي كان مصاب لكنه صمم على التواجد ودعم الفريق بالتيشيرت اللي مكتوب عليه نيفر جيف اب لا للاستسلام. واما جماهير الانفيلد فكانت على الموعد وخلقت اجواء حماسية حولت الانفيلد الجحيم على برشلونة. وفي اول 6 دقايق في الماتش سجل اوريجي الهدف الاول بعد ما ارتدت شوطة هندرسون من ايد تير شتيجن.
ميسي في الشوط الاول يحاول يوقف الكارثه، مره يصنع لكوتينيو ومره تانية لسواريز، لكن زمايله مش بيحولوا الفرص لاهداف. وفي الشوط الثاني ليفربول بيواصل الضغط وخلق الفرص، وفي الدقيقه 54 ارنولد بيبعت عرضيه لمنطقه الجزاء اللي بيحولها فينالدوم لهدف تاني في شباك تير شتيجن. والهولندي ما اكتفاش بكده، بعدها بدقيقتين سجل الهدف الثالث من رأسية فجرت الملعب حرفيا، هدف زلزل الارض من تحت اقدام لاعبي برشلونة. وفي الدقيقة 79 ارنولد بيغفل دفاع برشلونة وبيلعب ركنية بسرعة لأوريجي اللي واقف لوحده في منطقة الجزاء، وهنا البلجيكي بيسجل الهدف الرابع وبيعمل الريمونتادا على فريق برشلونة. ليونيل ميسي بيقف في الملعب في قمة الحزن والإحباط، الأسطورة بيشوف حلمه في التتويج بالتشامبيونز ليج وهو بيضيعه. برشلونة بيودع التشامبيونز ليج بريمونتادا للموسم الثاني على التوالي، وميسي رغم الموسم الأسطوري اللي قدمه والأداء التاريخي ما كانش كفاية للفوز بالتشامبيونز ليج، ولا كانت كفاية انها تضيف النجمة السادسة لفريق برشلونة في الأرض. لو انت من الأساطير اللي بيكملوا الفيديو لحد الثانية دي، اكتب لي عن افضل نسخه لميسي انت شفتها واتمتعت بيها. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل تكون انت اول واحد تشوفه. وخليك فاكر ان لسه الكلام ليه بقيه وان حوادثنا ما بتخلصش.